أحمد قاعد في أوضته على الكرسي جنب النور الخافت، وكل حاجة حواليه ساكتة إلا صوت خبط خفيف جاي من آخر العمارة. في البداية فكر إنه بس صوت المواسير أو حد ساكن فوق، بس لما الصوت بدأ يزيد وبيجي في وقت محدد كل ليلة بدأ يحس إن في حاجة غلط جدا في المكان. الليلة كانت هادية والشارع كله ساكت إلا من صوت الرياح اللي بتصفع شبابيك البيوت. بس أحمد الشاب اللي كان ساكن في العمارة القديمة حس بحاجة غريبة، كأن في حد بيتفرج عليه أو حتى أكتر من كده. في يوم أحمد قرر يتتبع الصوت، مسك مصباح وكمل فوق السلالم القديمة اللي بتصر في كل خطوة. وصل للدرج اللي دايما كان مسدود وحس بريحة معفنة، حاجة مش طبيعية. فجأة سمع صوت همس: تعالى أنا مستنيك. قلبه بدأ يدق بسرعة وكل جسده بدأ يرتجف. فتح باب صغير في آخر الممر ولقى غرفة مهجورة وجدرانها مليانة دم جاف وجرائم قديمة ما اتسجلتش في أي مكان على الأرض. لقى دفتر صغير مليان رسومات دموية وأسماء ناس اختفوا من زمان. أحمد حاول يهرب بس الباب قفل وراه لوحده. الصوت بقى أعلى كأنه بيقوله: أنت اللي جاي لي هنا خلاص، مفيش رجوع. أحمد حس إنه مش لوحده. فضل يشوف خيالات ماشية حواليه ووشوش مش واضحة بتبتسم له. حاول يصرخ، مفيش صوت بيخرج من بقه. بعد دقايق اللي حس فيها إن عمره كله اختفى. بس البص لدقايق كده جنب رجله لقى مفتاح جنب رجله. جري على الباب وخرج. لما رجع الشارع كل حاجة رجعت طبيعية، إلا إنه كل يوم كان بيسمع نفس الصوت بيهمس له من بعيد: مستنيك مستنيك. ما تنساش لو انت وصلت لحد اخر القصة تعمل لايك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وسلام.